بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اهم حاجه بالله عليكم قبل ما نبدا ان شاء الله نبدا معاكم ان شاء الله برج الدلو باذن الله. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنسوش بقى في اللايك، ولاول مره تدخل قناتي يا ريت تشترك وتعمل وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنبتدي ان شاء الله معاكم برج الدلو. بسم الله، نسمي الله كده. نبدا بالطبق زي ما احنا متعودين. معلش انا ببقى اتاخر عليك شويه، بس معلش عندي في ظروف بس كده. الحمد لله. المهم دلوقتي انت عندك يا برج الدلو، بص اول حاجة عندك حرف الام اهو. حرف الام ده كان يعني ده بيعني لك شوية متاعب او مشاكل في حياتك، يعني ده كان سبب في مشكلة قبل كده حصلت، او ده يعني بيعني لك حاجة، هو حاجة مش كويسة عموما. تمام. وعندك بص ديناصورات وحاجات، عندك مشكلة عندك يا برج الدلو ان انت في كلام كتير عليك او في مشاكل كتير عليك الايام ديت الفترة ديت. وعندك كمان بص شوف انت عندك كمان اللهم صل على النبي. عندك بص انت كان في مشكلة، انت شايل صخور فوق، يعني شوف شايل كام صخرة فوق، يعني فوق طاقتك. شايل كتير مشاكل كتير على قلبك كتير. شوف انت كل ما تتعدي مشكلة يجيلك مشكلة تانية، فانت يعني تعبان نفسيا الفترة ديت خالص، بالذات اليومين دول. عندك مشكلة لحد قريب منك جدا جدا، يعني اختك اخوك حاجة زي كده في مشكلة ليه، يعني في تدمير لحياة الشخص اللي قريب ليك ده. تمام. وربنا يهون يا رب وتعدي على خير باذن الله. اهو حتى انتوا شايفين عندكم اهو، شوف اللي هو يعني 44 دايما بتظهر لك على طول في فنجانك يا برج الدلو. ربنا يعافيك منها يا رب العالمين، ويطلعوا من حياتك كلهم باذن الله، كل العقارب ديت والحاجات الوحشه دي. انت طبعا انت عندك بص كان عندك اهو عيون، انت عندك طبعا حسد، وهتشوف الفنجان ده ظهر خالص في فنجانك يا برج الدلو. يعني انت ظاهر عندك حسد صعب قوي الفترة ديت، ان انت بتشتكي من حاجات كتير، يعني بتشتكي من امراض، وبتشتكي ان انت يعني دايما تحس ان انت كاره البيت اللي انت يعني بيت الشريك اللي هو بيتك. تحس ان انت داخل البيت وانت مكروه، تحس ان انت كاره تخش البيت. او لو دخلت البيت تحس ان انت مش عايز تخرج ولا عايز تشوف الناس. الفترة ديت عندك كده عقدة، يعني حالة كده انفرادية، عايز ان انت تقعد مع نفسك كده، ما عادش عايز تشوف حد. ودايما عندك بتشتكي تعب دايما من دايما عندك الرجليك، دايما لما تيجي في تقل عندك لما تيجي تطلع سلالم البيت او تدخل البيت ده بيتك بالذات. انما في اي مكان عادي كويس ومفيش اي مشاكل، ودايما زعلان وبتشتكي من حالتك الصحية، ده موجود عندك في طبقك. حتى هتشوف الفنجان هوريهولك برضو، اوريك كل حاجة زي ما انتم متعودين، بس يعني هشاور لكم عليها وهي موجودة. ده بالنسبة للطبق. اما حاجة لو وصلت هنا ما تنسيش بالله عليك في اللايك، لأول مرة تخش قناة تشترك وتعملي لي لايك بالله عليكم. نسمي الله تاني. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شوف انت لا اله الا الله. شوف انا طبعا الحسد هقول لكم على الحسد اهو، شايفين العين دايما. والله كل ما اجي اعمل برج ده، انا عملته كم مره فنجان عشان انزل برج ده، كل ما اجي اعمله يطلع لي ينظهر لي العين والله العظيم. مش عارفه يعني انت محسود جامد جامد، يعني في عين متصدره في حياتك هي اللي عامله لك التعب والارهاق، واللي انت مش قادر يا برج الدلو، تعبان تعبان حاسه دايما تحس ان انت ظهرك وجعك، اسفل ظهر وجعك، تحس ان انت تعبان، تحس ان في دوشه، يعني في تحس ان الرؤيه عندك معلش زي الاول. حالتك الصحيه في تدهور عموما يعني. بس بالنسبه للحياه الماديه بص بقى، انت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم مش كلام يعني. ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله عندك انفراجه ماديه كبيره كبيره جاي لك، مبلغ مالي كبير ان شاء الله، ربنا يعوضك خير، دي بشرة خير باذن الله. وعندك كمان بص انت المشكله عندك بص شوف عامل ازاي. انت عندك طبعا علاقة ثلاثية، انت عندك علاقات متعددة، مش كل برج الدلو عشان محدش ياخد كلام لنفسه. في بعض منكم اهو لفئة معينة من العمر يعني، هي اللي عاملة علاقات متعددة. المشكلة عندك برج الدلو عندك تعدد في العلاقات. وعندك بص شوف اهي، والله العظيم شوف انت بتظهر لك عندكم واحدة هي
هي قصيرة شوية، وتحس ان هي خنفسة في نفسها، تحس ان هي قطعة واحدة كده في بعضها كده. الست ديت اهي، شوف اهي بتعمل ايه، ما بتبطلش حوارات ولا لكلكة في حياتك. ماشي. وعندك شوف بيظهر لك حاجات كتير، انت بتحس براحة، بتحس بحاجة غريبة، تشوف حاجات مش كويسة الفترة دي في احلامك وكوابيسك، صح؟ اهو في دايما تحس اللي كان فيه مشكلة او حاجة، دايما تحس فيه مشاكل، تحس ان انت عايز دايما تنفر من الشريك عموما. بس انت يعني بتضغط على نفسك واعصابك الفترة ديت على قدر الامكان ان انت تحاول العلاقة دي ما تهدمهاش يعني. شايفة ان انت يعني كل حاجة واخدها على اعصابك، وحاول يعني انت عندك برضو شوية من ناحية الشريك او كده، اللي انت عندك لا مبالاة يعني، عندك يعني زي اللي بيقولوا يتجلط في المشاعر يعني، ما عادش فارقة معاك اي حاجة، انت عايش وخلاص. تمام. وعنده كمان في ان شاء الله، ان شاء الله تعالى في فرحة برضو حلوة جاية لكم برضو. الفرحة دي جاية من حد قريب عقليكوا يعني، برضو في فرح في قلب الدار ان شاء الله تعالى. وعندك كمان اللهم صل على النبي والسلام، في هنا همت شايفين ده، شايفين الحاجات الجميلة اللي بتظهر لكم على طول في الفنجان. انت كان عندك مشاكل، اه طبعا ده واحد اتنين تلات مشاكل. تمام. اخرها كانت مشكلة كبيرة، بس ربنا نجدك منهم. وكان عندك قضية اهو، الحمد لله السنة قبل ما نخلص كان عندك قضية اهي، بس الحمد لله الحمد لله. ربنا كان في قضية بقالها فترة في المحكمة يعني، بقالها ممكن سنة او سنة وشوية، جاي لك منها تعويض مالي ان شاء الله، ان شاء الله عن قريب باذن الله. اليومين الجايين هيجي لك مبلغ مالي زي ما انا قلت. وعندكم كمان اهو في شيخ يعني، في حاجة انت يا اما في بعض منكم معمول له سحر، ان في بصوا شوف الشيخ اهوت، ان في حد او في حد عامل لك حاجه بوقف الحال وتعب والمرض، انك ما تقومش، دايما تعبان دايما هبطان، تحس ان انت مش قادر تعمل اي حاجه في بيتك، عندك خمول، نافر كل حاجه، عندك نفور من كل حاجه موجوده حواليك، مش عارف تعمل ايه بالظبط. فانت اللي هتساعد نفسك بنفسك. حاولوا ان انتوا تقربوا لربنا شويه وتصلوا والفروض، واسالوا حد يكون برضو ايه يعرف يفكلكم ده. انا مش انا ما اقدرش اقول اكتر من كده. وعندك كمان في اللي هو اهو يعني، في عندك حد من بيت من اللي عندك من ولادك، تحس ان انت دايما تحس من ناحيته اللي هو ايه تعبان، او في حد انت من ولادك تحس ان انت عايز ايه، يعني متعلق بيه بمعنى اصح. فانت حاول ان انت ما تقعدش تعلق بيه كتير عشان ما تتعبش يعني. اقرأ له قرآن كتير، وحافظ على النعمة اللي في ايدك، وحاول تعدل بينك وبين تعدل بين اولادك يعني، ما تقولش ده وده لا، عشان ربنا يكرمك يا رب ويسترها معاه ويفيدهولك ان شاء الله. وده بالنسبة للفنجان برج الدلو. اهم حاجة ما تنسونوش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.